انا معاذ، ويلا اخدك في اليوم التاني من تكني صامت اسكندريه. نزلنا وكنا متاخرين جدا، ركبنا المواصلات والطريق كان زحمه كالعاده. وصلنا لمكتبه الاسكندريه، كنا متاخرين على سيشن نجاتي، فكنا بنحاول نخش ما بين الناس عشان نلحق السيشن ونلاقي مكان نقعد. بس حرفيا لما جينا وصلنا القاعه كانت القاعه بالمنظر ده، كانت زحمه ومليانه على اخرها لدرجه ان احنا كنا واقفين اخر صف. وحرفيا كان كل الناس دي جايه تسمع نجاتي وتحضر السيشن بتاعته، لان هو من اشهر رواد الاعمال في مصر، وحرفيا بحسه واحد مننا ومن انجح الشخصيات اللي موجوده. وحتى لو انت مش مهتم بالبيزنس او بالانتربرينور شيب، فانصحك تسمع البودكاستات بتاعته لانك هتستفيد كتير جدا. وهوبا لان استاذ مدحت ياسين دخل يحضر السيشن بتاعت نجاتي، ودي كانت مفاجاه الصراحه. وهو بدا السيشن انه اتكلم عن قصه نجاح شركه تشيك مي، وانها من اهم الشركات في وقت الكورونا. وقال انه مهم جدا انك تحضر المؤتمرات اللي زي كده عشان تستفاد وتتعلم وتحتك بالناس اللي في مجالك. واتكلم عن الخمس مراحل بتوع الاي اي، ونوه انه مهم جدا انك مهم تختار الشخص الصح اللي يعمل معاك الشغلانه، وانه يكون فاهم في الحته بتاعته. واتكلم عن البيزنس ديفلوبمنت بشكل سريع، وحط امثله عليه والديلز اللي هو عملها وقفلها مع الشركات. وحكى انه مهم جدا تقرا العقد وانك تطبعه وتراجعه، لانه هو خسر فوق نص مليون جنيه بسبب ان في بند في العقد ما كانش قارئه كويس. وهنا حاولت احضر لباسم علوة، بس كانت القاعه فل. وباسم من اكتر الناس اللي انا بحبهم، اللي بيتكلموا عن المعاملات الاسلاميه في الشركات، وعنده بودكاست اسمه شريعه اوديت، واتمنى تتابعوه على لينكد ان عشان هتستفادوا. وقلت اروح اصلي عقبال ما السيشن دي تخلص واستنى السيشن اللي بعدها. يا دوبك خلصت صلاه ورحت احضر السيشن بتاعت محمد خضر، بس القاعه كانت فل. الظاهر ان حظي وحش النهارده. طلعنا فطرنا عقبال ما السيشن اللي جايه تبدا، ولما رجعنا لقينا زحمه وتكدس بشكل رهيب جدا. الظاهر ان في شخصيه مشهوره او مهمه، حتى الاورجنايزرز كانوا بيجروا وراه. ما كنتش فاهم هو مين ده، وواضح جدا ان ربنا محبب فيه خلقه. ولما رحت قعد يقول لي يحيى يحيى عزام، واللي يقول لي لوست عبد البلف، واللي يقول لي يايا. انا ما كنتش فاهم هو عنده كام شخصيه او هو بيعمل ايه، بس هو عنده بيزنس. وكان بيشرح في ديسكشن بيننا عن الالعاب والحته بتاعت الجيميفيكيشن، والظاهر ان هو اللي عامل سكرو. وهنا دخلت سيشن لكريم عثمان، وكانت مفيده جدا، وشرح فيها البرزنتيشن سكيلز والفرق ما بين الفيكسد مايند سيت والجروس مايند سيت. وهنا كان في ناس بتوزع ورق، والمفروض لما بتسحب بيطلع لك كوت او مقوله. ومن كتر اللف قلنا نروح نشرب قهوه في سلينترو لحد ما نرجع نشوف السيشنز بتاعتنا بتقول ايه. والشخص ده كان هناك وانا عارفه، كان بيظهر لي في التايم لاين، بس انا ما اعرفش اسمه. والظاهر ان هو بيقدم محتوى ترفيهي وكده يعني. وهنا دخلت حضرت ديسكشن بانل، بس انا مش فاكر ايه المحتوى بتاعها لاني ما كنتش سامع قوي. وده صاحبي اللي كان مفكر ان احنا بنصور صوره، لكن انا كنت بصور فيديو اصلا، فخليته معلق على ده الواقعيه دي فيديو بس كتير. صح؟ خلصنا وقلنا يلا نروح علشان هنيجي بكره تاني، وعشان نتغدى وننام ونصحى نكمل باقي اليوم التالت.